فوفا اهلا. فوفا الناس كلها حاسدين. احمد ربنا والله. خمسة خمسة والنيو خمسة. شوية دلع من اللي اتمنع بقى شوية. تاخدوا نفسنا. ده اقتحام ده ده. اقتحام للكرفان. دلوقتي يا فوفا منوره العتاوله 2، ايه انطباعك بقى وحماسك للمسلسل ده؟ لا حماسي ما توصفش، لان انا حبيت العمل الاولاني، بس بالنسبه لي ان انا جديده على العتاوله، ده مكسب ليا والله ان انا معاهم يعني. اول لما بتسمعي كلمه الكرفان ايه بيبقى انطباعك عن الكرفان اللي احنا قاعدين فيه ده؟ بالراحه بقى، بهتم ان انا بسترخي وقتي او بريح وقتي في الكرفان بين المشاهد، لما بالذات يكون الديكور بتاعي. وجيران الكرفان بقى فوفا؟ جيران الكرفان بتاعي جنبنا السقا، وجنبي طارق لطفي، وجنبي زينة، وجنبي كل الممثلين، وجنبنا كلنا معانا كرفاناتنا. ومين اكتر حد بقى بتحبيه في الكرفانات الجيران بتوعك لما بتشوفيه كده؟ ايه يومك؟ كلهم يومي حلو. كلهم. بص لا انا بحبهم، مش بجامل على فكره، بحبهم لان اولا طارق لطفي ده العمل الرابع بعمله معاه. طب فوفا بعد ما شاء الله تاريخ جميل جدا وتحفه واعمال فنيه رائعه، هل لسه بقى بتراجعي قبل المشهد كل كلمه، ولا خلاص بقى في خبره كافيه انك خلاص بقى عارفه هتدخلي تعملي ايه بالظبط؟ لا طبعا لازم اذاكر قبل ما انزل، لاني قدامي ممثل هيقول لي كيوهات لازم اديها له. ولسه بعد كل ده بتحسي قبل دخولك للمشهد توتر شويه ولا خلاص كده؟ لا التوتر طبعا موجود، مش عايزه كلام يا مم. جدا جدا. قبل ما اشتغل المسلسل كان يعني مخضوضه، مش عارفه الدور ايه اللي هيتكتب وايه، مش عارفه حاجه، انا بشتغل وخلاص. طبعا. مش عارفه انا بعمل ايه. تعملي حاجه بتحبيها طبعا. اللي يعرف انا بعمل ايه الاستاذ احمد خالد طبعا المخرج. طب دلوقتي يا فوفا دورك بقى ايه في العتاوله 2؟ ما اقدرش اقول لك دور، يعني هو بقول لك اللي يعرف الدور المخرج لازم نجيب المخرج ونقرره بقى، ونقرره يقول كل بقى. حاجه. فوفا بتحب تحفظ ولا تفهم المشهد؟ افهمه واحفظه. بتيجي التصوير في مواعيدك؟ ملتزمه جدا، حتى لو في تاخير مش مشكله، بس انا اكون مظبوطه. وبتحبي يا فوفا تتفرجي على نفسك بعد لما تصوري؟ لا كنت ببقى عايز اشوف انا عامله ايه، او اشوف إيه وضعي ايه، او طالعه ازاي، مع ان المفروض نعمل دوت، لاني ممكن قوي يكون انا ناسيه حاجه الشخصيه كده، طبعا. فاهم؟ بس سايبها على الله بقى، انا يعني بشتغل وخلاص. تصوير ومتعه، يعني بتعملي زي ما قلت من شويه، بتعملي حاجه بتحبيها في وقتها، يعني في وقتها مستمتعه دلوقتي انك في المشهد بتمثلي بتراجعي، خلاص الفرجه للجمهور بقى. لا مش بس للجمهور، انا هتفرج زي يوم مع الجمهور، لان انا اساسا مش عارفه انا بعمل ايه. يعني انا مطلوب مني ايه بعمله، بس انا مش عارفه ايه الوضع يعرفه لك احمد خالد طبعا. المخرج تحيه كبيره. السر معاه جامد جدا. السر مع المخرج معاه جامد جدا، الانتاج والفنانين حاجه كبيره وحاجه عظيمه. واعيد واقول تاني فوفا زودت للعمل، انا بقول انا والله اتمنى بكتير، اتمنى من قلبي. طيب العتاوله بيتكلم عن النصب والجريمه، عمرك يا فوفا في حياتك الطبيعيه تعرضتي لنصب من حصل لي نصب. ايه اللي حصل؟ حصل لي نصب، وانا مش هقول لك طبعا. ده اعمله على اليوتيوب عندي عشان يعرفوا انا بتنصب عليها ازاي. فوفا مش عايز تلاقيه قوي، ده انت مش جاي كهربان، ده جاي ياخد الليل. ياخد كل حاجه. ده جاي ياخد كل حاجه على فكره ويمشي. لا بقول لك ايه، شويه دلع من اللي اتمنع. ماشي يا فوفا. أيوة. خلاص براحتك يا فوفا. فوفا في رمضان لما مش بيكون عندها تصوير بتعمل ايه؟ عباده بقى، شهر رمضان ده فيه العباده، بتبقى عندك حاجات ملتزمات، البيت، الاسره، بما ان افتقدناه بعد الميديا دمرتنا. طبعا الميديا دمرتنا يا جماعه. الميديا اللي بتصور السوشيال ميديا دمرتنا. الحلقه دي مدمره واكيد هم عارفين انها دمرتنا، كله عارف. طبعا تحب السوشيال ميديا؟ تحب السوشيال ميديا والانستجرام؟ انا لا اصل انا يعني قسطه فيه. طبعا قسطه في الميديا. استاذ فوفا الله اكبر. 5 أمواه فوفا. الله اكبر. الله اكبر. طلع دلوقتي التليفون يا فوفا في وسط الحلقه كده. بصوا يا جماعه معايا مين؟ اهلا في الكرفان. 5 أمواه اهو. 5 ايه؟ و5 ونيو و5 هلا بقى. ايوه والعتاوله وفوفا مجازات. لاف يو كيس بيج هاج.